العالم تو هو مجموعات نتاع ناس مستثمرين في كرة القدم بصفة عامة. احنا للأسف ما عندناش مستثمرين كبار في تونس توانسة اللي ينجموا يحلوا أندية معناها كيما نقولوا بريفي ويبداو يستثمروا. علاش لا ما نتحلوا شوية على العالم باش نشوفوا خويا يولي نجم يجي مستثمر من فرنسا من سويسرا من أمريكا من الخليج من يبدا بشوية بشوية يستثمر خاطر هما عندهم أندية ومستحقين راهو سامي فما لو بوزون. وسيم جعبيري مرحبا بك. مرحبا بك سامي. نبداو بالمنتخب الوطني والمردود اللي تويك في الكأس العربية، خسارة أولى ثم تعادل أمام فلسطين 2-2. تقييمك أنت للزوز مباريات هذوما؟ بون تقييمي المباراتين اثنين حكموا فيهم اكثر يعني الاحداث داخل اللقاء اكثر منه يمكن التحضير، لانه زوز لقاءات الماتش الاول معناها بديناه بالباهي لكن من بعد معناها الامور ديرابات معناها بالفوت اللي صارت اللي ماركاها او مره خريبين خلى الماتش معناها صعب علينا، الفيزيونومي صعبت علينا الماتش. كيف الماتش الثاني بدينا بالباهي وربحنا رابحين 2 بلاش، لكن من بعد ترجع باثر اخطاء معناها كيما نقولوا احنا تقريبا فرديه. دونك في الزوز ماتشوات كان نحكيو على الحاجات اللي اثرت في النتائج، ممكن الاحداث داخل اللقاء اثرت اكثر من الحاجات اللي ما قبل اللقاءين ما قبل الدوره، لانه برشا ناس تو تحكي على ما قبل الدوره. صحيح يمكن ما قبل الدوره صارت يمكن لوجستيا كانت الامور تمشي احسن، يمكن كان في الكاستينج فما ملاعبيه يجيو ملاعبيه، لا متفق في هذا كله صحيح ما فما منه. لكن انا حسب رايي اللي صار وسط الماتشوات من احداث الماتشين الاثنين يعني كان فيهم هما السبب الاكبر. يعني لو كان مثلا ما صارش المخالفه نتاع مثلا عمر خريبين راهو الماتش يمكن ما يمشيش خساره الاكثر. معناه لو كان ما صارش الخطا مثلا في الماتش نتاع خطا مباشر معناتها في ماتش فلسطين في البونتو الاول راهو ممكن الماتش قعد 2 بلاش ولا ما احناش نحكيو توا في المردود نتاع المنتخب الوطني ككل. لكن انا ديما معناتها في الخساره كما في الربح ديما راسيونال معناها الماكسيموم بوسيبل، نحاول نكون في التقييم ولا اوبجيكتيف الماكسيموم بوسيبل. لازمك الخساره تفهم علاش خسرت وتفهم شنو فاش غلطت وتحاول تصلح وكهو. وحتى في الحديث ما بين الملاعبيه وبعد الطرح نتاع فلسطين الناس كل قالت راهو جوارات تعبوا. صحيح ممكن معناها بدنيا ويمكن راهو حتى العامل النفساني سامي معناها مثبت علميا ياثر على البدن. معناها تنجم انت شارجي برشا مونتالمون تولي كي تجري تحس بروحك معناها كيما نقولوا ساقيك ثقال شويه، والا العكس معناها الحاجات الذهنيه راهو تنجم وانت تعب تخليك تخدم وتعطي الماكسيموم بوسيبل تعطي 200% كيما تنجم في حالات خايبه تخليك معناها حتى ولو انت حاضر شويه تحس بروحك تعب. معناها هذه زاد مواضيع لازم يتحكى فيها في تونس لانه ما نحكيوش فيها جينيرالمون ما نعطيوش اهميه للمواضيع هذه والاعداد الذهني وكل شيء. دونك سور لونسومبل الدوره اكيد فما ديسيبسيون، اكيد ما احناش فرحانين معناها بالريزولتا نتاع زوز ماتشوات كلنا كتوانسه، لكن ما عندنا حتى حل الا نتعلموا على شغلتنا وخاصه نصلحوا ويزينا من يعني محاوله ايجاد الضحيه والتنكيل بها. حاجه خايبه ياسر لنا في تونس كي يغلط بشر ما نطمعوا بالله غلط ونبدا معناها اللي باش يصفي الحسابات اللي يحب يركب على الحدث يركب على الحدث، اللي يلوج على الله اعلم كل واحد عشان يلوج. راهو هذه الحكايه راهي اللي تومش تتنحى في تونس. معناها عالم كامل المانيا وما ادراك مع المانيا في الكوره كي يغلطوا وعملوا برشا اغلاط تاريخيه في الكوره ما يجيوش للشخص اللي مشرف مثلا ولا ويبداو ينكلوا به الناس كل غلط خويا شكرا سامحنا معناها سامحنا في البلاصه نقصد تجم تو تغادر ويعملوا بلانينغ للتصليح على شغلتنا ويعملوا روت كوزز الكل. شنو هي الاسباب اللي خلتنا نوصلوا للحاله هذه؟ رغم اللي المانيا خرجت حتى من الدور الاول من كاس العالم وشدت صحيح في الممرن نتاعها خاطر شوف التقييم سامي خاصه في كره القدم راهو ما لازموش يكون مبني على عواطف وسورتو ما لازمكش تاخذ القرار كما نقولوا احنا اشو لازمك تركع وتشوف انت شنو معناها الاتموسفير نتاعك الكل. خاطر الكوره سامي راهو برشا يقول لك تكنيك وتكتيك ايه متفقين تكنيك وتكتيك وهذا كله هذا من بازيت نتاع الكوره، لكن الكوره راهي لازم تخلط تعمل ديناميك باهيه باش الديناميك فيها هذه فيها كما نقولوا برشا متداخلين باش تنجم
تطلع بالفريق اللي انت فيه ولا المنتخب اللي انت فيه. يعني الديناميك هذه فيها شكون؟ فيها اللاعبين وفيها المسيرين وفيها الاطار الفني والاطار الطبي والشبه الطبي وفيها الجماهير وفيها الاعلام وفيها الناس الكل اللي امبليكي في الدوله بتاع الرياضه بصفه عامه، كره القدم بصفه خاصه. دونك احنا جينيرالمون كي نصلحوا ولا كي ننقدوا نشدوا اكس واحد من هذا من الكل ونبداو نحكيو فيه حتى بطبيعة الحال انت مدرب وطني داخل على كومبيتيسيون ارى من بعد افريك ويسمع اللي راهم محضرين اونترونور يستناو له في غلطه خاطر محضرين له اونترونور، كيفاش باش يكون المردود نتاعو وكيفاش باش يكون حاضر ذهنيا في المسابقه اللي هو فيها. هو شوف هو راهو ما هوش معناها دوره انه يسمع ما فهمش داير قال انه ما يسمعش، وهذاك لازم عليه. معناها اي واحد في العالم يخدم مدرب وطني ولا مدرب في فريق ما لازموش يسمع اش فما واش ما فهماش. عنده الفيزافي نتاعو اللي هو مثلا رئيس الجامعه ولا المدير الرياضي نتاع النادي ولا نتاع الجامعه، هو اللي يحكي يسمع حاجه. دور رئيس الجامعه ولا دور المدير الرياضي نتاع الجامعه هو يخرج ويقول راهو الكلام هذا ما فهماش، فهمت؟ اما المدرب في حد ذاته يقعد ليه بالتيران نتاعو بجوالاته ويخطط على روحه، ما يهموش شنو صاير وش مش صاير. وسامي قالوا مثلا وحتى برشا مدربين قبل معناها في البوست هذا نتاع مدرب المنتخب الوطني يقول لك انا في بالي راهو كي نجي البلاصه هذه في بالي برشا نقط، في بالي برشا ناس تستنى في البلاصه هذه. اي دايور مش كان في تونس الموضوع هذا، في برشا بلدان، لكن اللي شدد الفولون يا سامي معناها اللي نحكيو هنا على المانجمنت تاع الادارات بصفه عامه ولا الجامعات، هما اللي لازمهم يكون عندهم الحكمه باش يعرفوا في الوضعيات هذه كيفاش يتصرفوا. يعني فهمت؟ يعني فما ادوار يقوموا بها الجامعه ما يقومش بها المدير، يعني المدرب نتاع الفريق. معقول. في المقابلتين اللي تعداو كمحلل اداء اداء اللاعبين شكون اللي تنجم، شكون اللي كان عطى البلوس في الزوز مقابلات؟ نبداو بمقابله سوريا من الاول. شوف اعتقد مقابله سوريا اللي ما مشاش يمكن اكثر، خاطر وصلنا احنا للثلث الاخير نتاع الملعب، لكن وصلنا ومن غير كما نقولوا احنا ما نضربوا على الكاش برشا. داكور، يعني ما كناش مثلا في راس الشوط الاول باللي تحرك ما كانتش فما برشا تناغم مع مثلا اسماعيل الغربي ولا مع علي ولا مع النفاتي، ما كانش فما تناغم بحيث انه نوصلوا للكاج الماكسيموم بوسيبل. تحركات كان فيها شويه مشاكل، ممكن على خاطر ما فماش لهنا نرجعوا سبب لوجيستي، معناها يمكن خاطر ما كانش فما التناغم على بكري، معناها ما تخدمش الفاكتور كويزيون، ما تخدمش على بكري، وان اللاعبين باش تفهم مع بعضها ما تخدمش على بكري. دونك يدخلوا الماتش الاول سورتو الشوط الاول ما لقيناش، الشوط الثاني في راس لقى زوز كور شاتهم على الكاس، ابرك شويه تحركنا، لكن في المجمل الوصول للثلث الاخير كان سهل، لكن في اخر 30 متر ما كانتش فما التحركات اللي فريمون تنجم تقلق المنتخب السوري. وهذاك حسب رايي انا اللي ما مشاش. وانا جنرالمون في تقييمي في تحليل الاداء كي نخدم بصفه عامه راني ما نحملش المسؤوليه للاعبي ولا اثنين الا في حالات فريمون قصوى، معناها فريمون حاجات. لكن مغلب الاوقات تلقى الغلطه متسبب فيها شكون قبل ومتسبب فيها هيك، معناها كي تجي تتبعها تلقى برشا مثلا مسؤولين عليها. وانا احبذ اللي ديما كي نحكيو معناها نحلوا ماتش وسورتو كي مش ننقدوا برشا، راهو لازم الناس الكل تكون محطوطه في اللوب معناها في الموضوع هذا. معقول. من غير ما نمشيو لمقابله فلسطين زاد برشا مشاكل برشا اخطاء برشا كل شيء، وقبل ما نمشيو للبارتي تاع قطر اسماعيل الغربي تم دعوته من الفريق نتاعو لاوزبورغ، معناها يظل لي اللاعب الوحيد اللي يلعب في البطوله الاوروبيه الموجود في الافكتيف، معناتها باش يبقاو اللاعبين المحليين. هذه هزنا البطوله الوطنيه، برشا مشاكل في الكره التونسيه. برشا مشاكل، لكن البرشا مشاكل هذه تتحل سامي بجرة قلم. احنا راهو اذا كان ولازمنا نقولوها الناس كل بصوت عالي، اذا كان نحبوا نصلحوا الكره راهو لازم ننفتح على العالم. كيفاش ننفتح على العالم؟ نغيروا القانون. كي تغير القانون تولي نجم يجيوك مستثمرين من برا. باش نعطيك مثلا فكره بسيطه، معظم النوادي في اوروبا مثلا مانشستر سيتي، باش الناس معناها نعطيوها اكزامبل الناس كل تعرف، سيتي جروب معناتها موجود في القارات الكل، عنده نوادي في البلايص الكل، الملاعبيه ياخذها ويكونها في البلايص الكل، يستثمر يصور فلوس من هيك الانديه، واحسن ملاعبيه تبدا تتدرج بشويه حتى توصل السيتي. واللي لعله ابرز دليل مثلا الناس تعرفوا سافينيو انتقل من جيرونا مشى للسيتي، اللي هما في نفس الجروب. سامي العالم تو هو مجموعات نتاع ناس مستثمرين في كرة القدم بصفة عامة. احنا للأسف ما عندناش مستثمرين كبار في تونس توانسة اللي ينجموا يحلوا أندية معناها كيما نقولوا بريفي ويبداو يستثمروا،
علاش لا ما نتحلوا شويه على العالم باش نشوفوا خويا يولي نجم يجي مستثمر من فرنسا من سويسرا من امريكا من الخليج من يبدا بشويه بشويه يستثمر، خاطر هما عندهم انديه ومستحقين راهو سامي فما لو بوزوان. لو بوزوان انا نعرف، انا عايش في السوق ونعرف راهو موجود البوزوان باش يعملوا مثلا كيما نقولوا احنا اكاديميه تصور الفلوس ولا تصنع الملاعبيه في تونس. علاش انا تو نورشلاند الدنماركي مثلا عنده اكاديميه رايت تو دريم في غانا وعنده رايت تو دريم في مصر، ما عندوش رايت تو دريم في تونس. علاش من المفروض يكون عندنا هكا وتنجم انت اصلا يجيك يوم من الايام النوادي هذه الكبيره والمستثمره كبيره في كره القدم يجي نهار ويشري النادي من النوادي، مش لازم يشريه كامل، خاطر الناس يقول لك الوازع الاجتماعي هذا متفقين فيه، برشا يمشيو يشريو كما نقولوا احنا بار من النادي ويستثمر فيه. بالضبط معناها خاطر اذا كان ما نوليوش بريفي وما نفتحوش على العالم راهو ما عندنا ما نعملوا. واقوى دليل في العرب بيراميد، برشا بيراميد معناها تو الملاك الشامسي المالك نتاعها عنده نادي في هما تابعين معناها سيتي جروب، عندهم شروط كما نقولوا باش نادي بيراميدز يولي تابع سيتي جروب اوفيسيلمون، هو تابع سيتي جروب لكن كما نقولوا احنا في الاوف، اما كي تدخل السيتي جروب معناتها ويب سايت ما تلقاش بيراميدز، لكن في البرنامج باش يدخل بيراميدز تابع سيتي جروب في السنين القادمه اذا توفروا شروط معينه. احنا سامي راهو حتى المسيرين نتاعنا للاسف معناها برشا فيهم معناها ما يعرفوش ماذا يحصل في العالم، راهو ما تنجمش تقدم في اي سبيسياليتي في العالم اذا كانك ما تعرفش شنو يصير لبرا. يعني فما طبيب اليوم ما يمشيش لدي كونفيرونس لبرا ما ثماش، ثم اليوم استاذ جامعي ما يمشيش دي كونفيرونس لبرا ما ثماش، الناس الكل تمشي تطلع فما ما فماش لبرا في اختصاصها. احنا المسيرين في تونس للاسف معناها هما يعطيهم الصحه انهم يحاولوا يحاولوا يسيروا باللي يعرفوا من غير القرايه لا دبلومات لا يشوفوا ايش فما واش ما فماش لبرا ويبداو يسيروا. هذاك علاش يصير الاغلاط، والمسير اذا كان عمل غلطه نحكيو مسير سواء هياكل مشرف معناها من ابتداء من الوزاره ونزول للجامعه نزول للروابط الناس كل معناها الموضوع هذا ماشي يخص واحد بركه. ما احناش مكونين في الكوره حتى طرف سامي، ما احناش نقراو في الكوره وما احناش منفتحين على العالم هذا. ريتو اذا كان بجره قلم غدوه صباح يصبح على القانون تجم الناس لبرا تجم تستثمر في تونس حتى نسبة مثلا نقولوا احنا 50% وفما تسهيلات في كيفاش تدفع الفلوس وكل شيء ولا 30% اللي هو المفيد تحل الباب. كي يجيوك انت في السنة معناتها في العام يجيوك زوج ثلاثة مستثمرين يدخلوا لك البلاد تو في ظرف عامين ثلاثة تو تعمل شامبيونا محترم. وكي عملت شامبيونا محترم ولا فيترينا باهية، كي تعمل فيترينا باهية ولا المنتخب نتاعك اوتوماتيكمون باهي راه من غير ما سافا دو سوا معناها ما فماش حتى شك اللي انت في وقت قصير بين 5 و10 سنين باش يكون عندك منتخب باهي باش يكون عندك بطولة باهية وبزنس باهي. بزنس اللي يدور البلاد راهي اسبانيا منعت من الكريز نتاعها نتاع 2008 هذيك نتاع كل ما في السيكتور ايموبيليي راهو بالسبور معناتها وصلوا البي بي نتاع البلاد 30% من البي بي نتاع اسبانيا وصل في وقت من الاوقات من السبور. ما نحكيوش كان كوره معناتها لي ديسيبلين الكل. دونك احنا للاسف ما اللي يشرع في القوانين واللي يقرر في البلاد للاسف ما عندوش تصورات لانه ما يعرفش لانه ما يعرفش ايش يصير لبرا. وفما يمكن حاجات معناتها سوا ديزون تخوف الور كو هي ما تخوفش جمله بالعكس معناتها كل ما يقول لك لا الكوره ولات بزنس، اي بزنس راهو يدور البلاد راهو يستنفع الملاعب ويستنفع المدرب ويستنفع الناس اللي تخدم في الميديا الناس كل تستنفع وتتحط له قوانين واللزامه معناتها بطبيعه الحال. بيان سور. اما انا اليوم في 2025 ما زالت عندي ملاعبيه في تونس تخلص كاش راهو فضيحه الفضايح. فضيحة الفضايح راهو من المفروض الموضوع هذا ما يصيرش معناها. ونزيدك حاجه اخرى ما فماش بطوله ما فماش بلاد في العالم متطوره في كره القدم ما عندهاش دوزيام ديفيزيون قويه برشا. دوزيام ديفيزيون اللي تاليمونتي البريمير ديفيزيون بالملاعبيه، خاطر اذا كانك انت ما تبداش من اللوطه معناتها كما نقولوا من اقل اشيل وهذاك الشيء هذاك تحاول تحسنوا الماكسيموم بوسيبل معناتها الظروف غاديك نعرفوها الناس الكل نحاول نحسنوها الماكسيموم بوسيبل باش اليوم من ليغ 2 يطلع لي ولا من ليغ 3 يطلع ليغ 2 من بعد من ليغ 2 يطلع ليغ 1 الملاعبي. اذا كانك ما تنجمش تعمل معناها كما نقولوا احنا ان سيركوي وسط البلاد راك ما عندك وين تقدم سيركوي سبورتيف نحكي راك ما عندك وين تقدم. معقول جدا. وانا نشوفه في الانجليز معناتها كوزينغام هذيك كيفاش كانت الانجليز خذ الانجليز فرنسيس النمسا بلجيكا سويسرا الكل خذ الدول اللي عامله دي ناسيون باهيه في سبور اسبانيا البرتغال الكل عندهم دوزيام ديفيزيون قويه. اما يلزم مراجعه شامله خاطر المنشات الرياضيات ستي هيك تو يجي سامي هذاك شفتوه انفستيسمون كبير. انا نحكي لك على حاجه سهله ريت منشات الرياضيه لازم برشا فلوس ايش لازم تعمل؟ لازم تخلق انت الفلوس وسط البلاد. يعني انا اليوم كنجيب مستثمر
يجي مستثمر من برا ياخذ 30% يا خويا وينجح في اي نادي من النوادي، نادي اكس عادي على الاخر المستثمر هذاك. وصارت برشا في العالم، فما برشا زيكزامبل يقول لك يا خويا انا باش نعمل استاد ب 15000 واحد، استاد ب 20000 محب، انا هذا يساعدني ويساعدني بروجي الون تيرم ويعملوه وسهل. مش لازم احنا مشكلتنا تعرف شنو سامي نخموا في استاد 60000. يا ودي احنا ما احناش نتاع استاد 60000، احنا استاد 25000 في تونس ممتاز جدا، ممتاز جدا. معظم النوادي معناها 25000 30000 وعندنا نعملوا زوز استعدادات عندنا كبار تاع المنتخب الوطني مثلا، الاحداث الكبيره هكم ديجا موجودين فهمت. كل الاخرين راهو عادي جدا تاع استاد ب 15 ب 20. شوف المانيا معناها وشوف برشا معناتها لي زيكزامبل تجي تحسب تغلط فهمت. للاسف الناس يقول لك لا ومنشآت ولازمها برشا فلوس. ايه المنشآت راهو نجم يجي يعملها بريفي، نجم يجي يعمل بريفي اذا كانك انت توفر له القانون وتحاسبه بالطريقه اللازمه وتعطيه كما نقولوا حاجه واضحه ومدروسه وهو يعرف ما له وما عليه وانت تعرف ما لك وما عليك. نمشيو لمقابله قطر ان شاء الله. غدوه لحد 6 تاع العشيه طرح صعيب. سوريا وفلسطين يكفي من التعادل باش ترشحوا، تونس لزمها الانتصار ونقعدوا نستناو في المباراه ما بين سوريا وفلسطين. اي صعيب برشا معناها. بون الطرح هذا الاخر معناها طرح نتاع اورجوي نقولوا احنا نتاع معناها الملاعبيه لازم تعطي اكثر هنا من الاطار الفني حسب رايي انا، على خاطر المسؤوليه بيان سور مسؤوليه الجميع، لكن ال11 اللي باش يهبطوا لازم يكونوا اونجاجي دون لو بون سونس من الاول للاخر. هاكا شافوا معناها على عينهم كيفاش ماتش كان بلوز او موان على بورتي وخسرناه الماتش وخسرنا فيه نقاط. نخدموا باش نوريو كيما نقولوا اللي كونوا اللي صار زوج ماتشات الاخرانيين راهو مش هذاك اللي نقولوا احنا الوجه الحقيقي نتاع الملاعبيه هذوما، خاطر الملاعب راهو كيلعب بالباهي راهو اول حاجه ينفع روحه، وبالطبيعه اذا كان ينفع روحه نفع المجموعه، واذا كان ينفع المجموعه نفعوا البلاد. دونك كل واحد يخمم كيما نقولوا احنا اللي تروح نتاع غدوه يحط فيه الماكسيموم بوسيبل ويجتهد. المنافس ماهوش سهل، المنافس عنده اهداف وعليه ضغط كبير. راهو ممكن الناس ما تعرفش راهو الضغط اللي على لوبيتيغي اكبر من الضغط اللي على سامي الترابلسي، لانه معناها شفنا حتى في التصريحات معناها لوبيتيغي ولا يحكي على عسى على الماتش اللي فات وشوفوا تونس عملت وشوف معناها حاجات ما لهاش اكسترا سبورتيف برشا وهو يخمم فيها. دونك الضغط كبير لانه محاطين له موارد كبيره برشا لوبيتيغي وما هواش ما عطاش كيما نقولوا ايماج باهي. دونك عليهم الضغط هيك باش يترجم في الملعب، باش يحاولوا يعطيوهم كيف احسن ما عندهم. انا متاكد اذا كان تونس معناتها اللاعبين كل واحد يهبط يلعب معناها فريمون طرح اللي يقوم بواجباته كما يلزم نجموا نرفعوا ان شاء الله. التشكيله حسب رايك باش يبدا بها سامي الترابلسي؟ التشكيله نتخيل هي بيدها معناها نتخيل معناها دحمان في الكاج، مرياح نتخيل مرياح، محمد بن علي على اليمين، علي على اليسار. مرياح نتخيل الجلاسي معناها لانه شوا بون ممكن الحدادي ما نعرفش مع سا ديبون من الحاله الصحيه والتعب اللي حكيت عليه انت بكري شويه نتاع الملاعبيه. الوسط باش يكون معنا فرجاني بالرمضان وفرجاني بالرمضان شكون ما اسمع في ظل غياب اسماعيل الغربي نتخيل الجأشي الشهاب الجبالي حتى تلقاه معناها باهي بون بين الاربعه هذوما يختار سيرتن ما عنده هو الشوا مش برشا سامي، لكن نتخيل يمكن شهاب الجبالي اذا كان مش يلوج على الاوفونسيف اكثر، والا يحط تلقاه جبالي يحطوا الي معناها الشيره اليمين فراس ويحط على اليسار يا ريان عناني بما انه خذا طون جو ممكن يجازف بالدندن، لكن نتخيل اكثر عنان معناها اذا كان مش يحط معناتها عنان على اليسار ويحط شهاب جبالي على اليمين وفراس القدام. تشكيله اوفونسيف الماكسيموم بوسيبل. المباريات اللي شفتها في البطوله العربيه دي شكون المنتخب اللي تحسه فافوري انه يكون حامل اللقب او في الثلاثه الاولى؟ شوف انا جنرالمون في لي تورنوا هذوما ديما ما نجم نعطي التوقع نتاعي كان في التروازيام جورني. علاش؟ خاطر برشا مديرين فنيين وبرشا كيما نقولوا احنا معدين بدنيين يبداو لي تورنوا هذوما بشارج فيزيك كبيره، معناتها يجيك قبل بنهارين اللي تبدا البطوله يشرجع على الاخر دو فاسون يبدا الماتش الاول والثاني ليكيبات ما يعطيوكش احسن ايماج، يبداو يعطيوك احسن ايماج ابارتير من التروازيام جورني تبدا تشوف شكون احسن فريق. السعوديه حسب رايي انا الاقرب، معناها اذا كان لازمني تو نجاوب نقول لك تو علي شفنا تو السعوديه، سينو فما برشا منتخبات ممتعه نيفو باهي مش خايب الحقيقه، فما انتونسيتي فما انجاجمون ثم افكار
ان شاء الله احنا نقدموا بيان سور. بخلاف السعوديه فما مصر، انا ديما في اللي تورنوه هذوما ديما معناها بالنسبه لي عادي على الاخر نلقى مصر في الفينال معناها. وسيم جعبيري شكرا ليك. شكرا لك. شكرا، يعطيك الصحة، إن شاء الله نشوفوك موفق إن شاء الله. ان شاء الله عايشك. من حسن إلى أحسن. ميرسي بوكو، ان شاء الله ربي يوفقكم في ريحة البلاد، وربي يوفقكم في التلاف ككل، وان شاء الله نسمع عليكم كان الاخبار الباهية.